وبعمل كل اللي بيقول لي عليه وكده، لغايه اما عدى شهر. فالدكتور قال لي، قلت له ده كده مش قادره يا دكتور اكتر من كده. قال لي طب بصي انا هقول لك بقى دلوقتي تقدري تشوفي دكتور سكر، يمكن في سكر ده وده الدكتور اللي السبب. عمل لك العمليه؟ رغم ان التحاليل بتقول الاول ان انا ما عنديش سكر، وانا ما باخدش علاج سكر من اساسه ولا اي حاجه. طبعا تحاليل العمليه بتقول ان ما عنديش سكر لغايه ما دخلت العمليه. بعد كده رحت الدكتور سكر. دكتور السكر قال لي انت ازاي سايبه الدرنقه دي بقى لها قد ايه؟ قلت له بقى لها شهر. قال لي شهر ازاي شهر؟ قلت له والله هي النسب اللي بتنزل فيها زي ما بيقول الدكتور انها كده. هو نصحني ان انا اجي الدكتور سكر. فقال لي ده انت لو كنت استنيتي تاني، ده الحمد لله ان ما جالكيش تسمم في الدم، لان انت كده المفروض تاخدي تسمم في الدم، ده موت خلاص على طول. حلو. ما فيش درنقه تقعد الفتره دي خالص. وكان عارف ان انت عامله فتاء وشاف الجرح. قال لك ايه بقى؟ قال لي هو ما اتكلمش، هو كلامه كان عن السكر وشاف الجرح، ما اتكلمش عن الجرح. سكت. فهم ان في حاجه غلط. هو سكت. الجرح كبير. الجرح كبير. هو كل الدكاتره قالوا انه كبير، وده يعني جميع الدكاتره اجمعوا ان ده عمره ما يكون جرح فتاء. ومعظم الدكاتره قالوا جرح الفتاء بيبقى نص سنتي او سنتي. انا طبعا ما فهمش في الكلام الطبي. انت الجرح بتاعك كام سنتي؟ يعني حوالي 12 سنتي 14 سنتي كده يعني. من اول البطن لا مش اخرها كده. زي ما انت مشاوره كده. زي ما انا مشاوره كده تقريبا، اكبر سنه اصغر سنه مثلا. اكتشفتي ازاي بقى؟ وفي حاجه تانية صغيره هنا اعتقد للدرنقه. وفي جرح تاني هنا. فتحات الدرنقه معروفه. في جرح تاني هنا كده قريب من السره شويه كده، ما اعرفش ده ايه، والسره شكلها غريب كده اللي جوه بتاع، يعني مش عارفه. المهم انت بقى اكتشفتي ازاي ان انت كليتك انا مش موجوده؟ كل ده ما اعرفش بقى ان ما فيش كليه. فانا تعبت بعد الموضوع ده يعني العمليه